ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هدير وفيديو جديد. في فيديو النهارده هعمل لكم مقارنه بين افضل انواع مرطبات الشفايف اللي انا جربتها، واقول لكم رايي فيها، واعمل لكم مقارنه بين احسن الانواع فيها. اول حاجه كده، دي زبده كاكاو اماندا. دي بفيتامين اي، مكتوب عليها بفيتامين اي وبزبده الشيا، ودوت لونها كده، وهي بريحه وطعم البطيخ. دي ترطيبها حلو جدا، وده لونها كده بيدي لون وردي خفيف على الشفايف. والترطيب بتاعها معقول يعني، كويس. بالنسبة لسعرها، هي سعرها مش غالي. دي كده بتدي لون وردي خفيف، وريحتها حلوة. ده النوع حلو اللي انا جربته من اماندا، عجبني. بعد كده ده نوع اسمه روزانا، ده شكله كده. ده بريحة الفراولة، احسن حاجة فيه ريحته حلوة قوي، هتعجبكم. وده لونه قوي، بيدي لون على الشفايف قوي. يعني ده ممكن تستخدميه الصبح، هيبقى حلو قوي معاكي. عجبني ريحتها جدا. كنت اول مره اجرب النوع دوت، وعجبني جدا النوع ده. وجبت منه برضو اللي هي لونها ابيض، اهي جنبها. ديت نفس النوع برضو من اللي هي روزانا، بس دي بجوز الهند. ديت بتدي لون ابيض على الشفايف، يعني لون عادي، يعني لون شفاف. حلوة برضو، بس اللي عجبني اكتر اللي بالفراولة. لو انت عايزة لون هادي، يبقى هاتي اللي هي لونها الشفاف العادي، اللي هو الابيض اللي بجوز الهند، ريحتها حلوة برضو. نيجي بقى للتشاو، وده احسن نوع عجبني. احسن نوع زبدة كاكاو عجبتني وكررتها كتير قوي، هي تشاو. تشاو من المفضلات عندي في زبدة الكاكاو، حلوة قوي، خصوصا النوع اللي هو بالبطيخ ده. دوت ريحة ولون وثبات وترطيب، خلصان معايا. وجبت منه تاني. كويس جدا، يعني حلو أوي، بحب أوي التشاو ده. وجربوه، خصوصا النوع اللي بالبطيخ ده هيعجبكم جدا. ده هتعجبكم جدا يا بنات. ده كده شكل العلبة، هي طبعا بالبطيخ. ريحتها فظيعة، ريحتها حلوة قوي، حلوة جدا، هتعجبكم. بعد كده هنيجي اللونة، بس ده لونة يعني اصدار قديم، مش الشكل الجديد اللي نازل دلوقتي. ده كان عندي كده. احسن حاجة فيه اللون بتاعه اكنه روج. لونه بقى دوت اللي هو ده، بس هو الشكل ممسوح من عليه شوية. ده بريحة الورد. ده لونه تحفة، وريحته جميلة جدا. ريحة ورد كده جميلة ومنعشة كده، وريحتها هتحبوها. ده احسن نوع عجبني في لونه. هو النوع اللي بالورد، اللي هو لونه ده. لونه بنفسجي كده، وبيدي لون على الشفايف حلو قوي، وريحته جميلة. بعد كده ده لونه بجوز الهند. ده برضو انا بكرره كتير، وده بحطه خصوصا قبل النوم لو الشفايف فيها تقشير، خصوصا في الشتاء. حلو جدا وبيجيب نتيجة. اما بقى الحاجات اللي فيها الالوان القويه ديت، ممكن تحطيها مثلا ايه، كترطيب قبل الروج، بتبقى حلوه برضو، بتخلي الروج ما يشققش معاكي. ده برضو نوع تاني من لونة. بس ده بالفراولة، ده برضو خلصان. دوت برضو مش الاصدار الجديد، هم غيروا شكل العلبة دلوقتي. برضو الحاجات ديت كانت احسن من اللي هي موجودة دلوقتي. ده كده كان الريفيو السريع بتاعي النهاردة. يا رب يكون عجبكم واستفدتم منه. هو دوت احسن حاجة عجبتني، هو تشاو. انصحكم تجربوه. بعد كده لونا اللي هو الابيض دوت، خصوصا قبل النوم، هيجيب معاكم نتيجة حلوة قوي. واللي هو البنفسجي بقى اللي بالورد ده ريحته تحفة جدا. بعد كده هيجي اماندا، وروزانا ده بقى في المرتبة الاخيرة. ده يا رب يكون اللي عجبكم الفيديو بتاع النهاردة واستفدتم منه. ولو كان عجبكم بقى الفيديو، متنسوش لايك وشير، وقابلكم في فيديو جديد. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.